السيد المدير الجهوي للاستشارة في ناحية ديالنا جديد. سيد الرئيس. سيد الرئيس كير بوي جماعة أوفل، جماعة تربان تركا، السادة المنتخبون، السيد رئيس جمعية ذوي الحقوق. في جميع الجامعات عندنا اولا الركيزه الاولى للقصور البشري، عندنا التغطيه الاجتماعيه والتامين، هذا في الاقليم عندنا تقريبا اكثر من 23000 مسجلين. بالنسبه للتامين مساحه تقريبا 7900. النقطه الثانيه جيل جديد من مقاوله الشباب، مواكبه ديال الشباب، عندنا 6 من اراضي الجدوى بالنسبه للاقليم تقريبا اكثر من 1500. كاين جديد كذلك من اليات المواكبه، عندنا 19 مشروع من فلاحه التضامنيه خاصه بالمناطق. كاين تنزيل جهوي، تنزيل اقليمي، بدينا كنديروا لي بول. جينا المنطقه الجبليه اللي فيها 11 جماعه درنا لها بلان اغريكول ديدي هذه المنطقه اللي فيه يستافدوا من جميع الزاكس اللي كاينين في الجيجي، كنديروا 11 جماعه. عندنا بالنسبه لجميع الكومبوزون يستافدوا فيهم. عندنا واحد البرنامج اللي درناه من 2023 2000 مرة ديال السكن المتوسط اللي يستافدوا في باريزا وحدات نقاط الماء 55 السباحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وتنمية قطاع الفلاحة. اللحظة توقيع الاتفاق للمساهمة في تمويل مخطط بنية الدائرة الجبلية. يتفضل السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسيد رئيس جهة سوس ماسة والسيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة يتفضل السيد هذه الصور طبعا
كاين وبعد السيد العامل، السيد رئيس الجهة، السيد رئيس الغرفة الفلاحية، السيد رئيس المجلس الإقليمي، السادة رؤساء مجالس الجماعات، السادة السيدات والسادة المدبرين ديال الجماعات، المجالس الجماعية ديال الجماعات، باش تكون عندهم واحد الرؤية بالنسبة لهذه السنوات ديال العمل وشنو غادي يجي لكم مشاريع باش يمكن لهم يعني العمل ديالهم اليومي يكون عندهم برمجة اللي تكون مواكبة وتكون كذلك مكملة لهذه البرامج، وفي نفس الوقت يتبعوا التنزيل ديال هذه البرامج اللي غادي تدار على الصعيد ديال التوحيد. وهذا الشيء كيجعلنا كذلك باش يكون عندنا استعمال احسن للموارد، ويمكننا باش نديروا اكثر باقل يعني تكلفه بهذه الجهود وبهذه التقائيه اكثر مردوديه خصوصا، وكذلك باش يرفعوا الانتاج ويعملوا اكثر باقل استعمال من البيئه. فهنيئا لكل الجماعات والمجلس الاقليمي هذا يعني المشروع، وحنا اللي كنطلبوه هو ان هذه المجالس كلها تساهم في يعني في الجهه ديالها في التنظيم ديال الفلاحه، لان الفلاحه الصغار هذا مثلا التشجير، برامج ديال التشجير اللي هي جد مهمه، لا فيما يخص الزيتون لا فيما يخص الخضار ولا يعني منتوجات اخرى هي جد مهمه، ولكن التنظيم ديالهم كيسهل هذه العمليه. فالجماعات وكل المدبرين ديال الشريحه اللي عندهم واحد المسؤوليه وواحد يعني ما يخص التنظيم ديال الفلاحه، احدهم منظمين في التعاونيات والجمعيات كيسهل يعني التدخل وكتسهل علينا المواكبه وكذلك الاستجابه للحاجيات ديال الفلاحه. فشكرا جزيلا. والشكر لله، فرحانه بيوم التواجد ديالكم، لان هذه هي سياسه القرب اللي كنا ديما اللي شفنا البارح السيد الوزير واللي شفنا اليوم واللي قدم لنا السيد المدير المحترم، هادشي كله تيفرح، وهادشي تيبين لنا ان بدينا كننجحوا في الذكاء الترابي ديالنا والجماعي ديالنا، يعني اننا جميعا هذه المكتسبات لابد كذلك معالي الوزير وان جهه سوس مسا بجانبكم لتنزيل جميع المشاريع في تراب جهه سوس مسا. بارك الله عليكم، اعتماد استماع بارك وشيركم. رمضان هذه قرب، نطلب بربي ان شاء الله الصحه والهنا للجميع. نهضر بي. شكرا للسيد رئيس مجلس جهة سوس مسا. الكلمة الموالية وننتهي على السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس مسا، فليتفضل مشكورا. رئيس الجهة الوفد المرافق جميعا، اولا كنشكروا الاخوان النائبه على حسن الاستقبال والضيافه، وهذا ليس غريبا على هذا المكان، وكنوجهوا لاقليم شتوكا وخاصه هذه المناطق. السيد الوزير كتعرفوا بانها هي المورد الوحيد في المغرب اليوم جميع المواد خاصه اللي عندها مع الخضار، ولهذا هذا الاهتمام اللي كتعطوا المجال الترابي وكذا راه مهم جدا، وكيشجع الاخوان الفلاحه كيشوفوا المسؤول الاول على القطاع والاخوان كلهم المدراء المركزيين حاضرين والجهويين والسلطات الولائيه والاقليميه حاضره معاهم، وكتشوف زعما الاشكالات. السيد الوالي، السيد الكاتب العام لمجلس الشباب، السيد رئيس الجهه، السيد رئيس الغرفه الفلاحيه الجهويه، باسمي وباسم سكان شتوكا نقول لكم مرحبا بكم في فضاء الجميل
نقول لكم حللتم اهلا وجزاكم سعاده. بطبيعه الحال نحن كذلك مجلس منتخب بشتوكا إتباها كما تعلمون السيد الوزير يعني بشتوكا دابا معروف انتاج البواكن، يعني هذا ليس غريبا عنا، الا ان المناطق الجبليه لا زالت في حاجه الى يعني الاستقرار، يعني الاستقرار ديال السفينه هذه. بطبيعه الحال هذا المشروع مهم الذي تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق اليوم امام سيدتكم، لا يمكنه الا ان يعزز ما كان عليه في المكتسبات اللي كانت، لان في شتوكا إتباها فهو معروف نسيج الجامعه هنا، يعني السياسه الحكيمه ديال تجد السند ان شاء الله لتنفيذ هذا البرنامج في احسن الظروف وفي الموعد المحدد ان شاء الله، وشكرا لكم. جهوي لوزارة الفلاحة والسيد المدير الوطني للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الفلاحات وشجر الأركان، السادة المدراء المركزيين، السادة رؤساء الجماعات والمنتخبون والمنتخبات والأعيان وممثلين الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، الحضور الكرام، باسمي الخاص السيد الوزير وباسم السادة رؤساء الجماعات والمنتخبون والساكنة أرحب بكم جميعا في هذه الربوع الجبلية من وطننا العزيز، وأشكركم جزيل الشكر على تحمل عناء التنقل إلى هذه المنطقة النائية، حاملين دفعة جديدة من مشاريع النماء التي ينتظرها بفارغ الصبر رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام له العزة والتمكين. وهذه المشاريع الفلاحية الواعدة التي عرضت عليكم ستشكل دفعة قوية للمنظومة الاقتصادية الهشة لهذه المناطق الجبلية والمرتكزة بدرجة كبيرة على الفلاحة المعيشية وعلى تثمين المنتوجات الفلاحية المجارية والحرف التقليدية، ونتمنى أن يتم تنزيلها جميعا في الأفق الزمني المحدد لها 2023-2025. كما أن هذه المشاريع المنبثقة من مخطط الجيل الأخضر بمعية السادة رؤساء المجالس المنتخبة والسادة رؤساء المصالح القطاعية. معالي السيد الوزير المحترم، المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فالمناسبة هي زيارة لحماية الأملاك والأنشطة الفلاحية للساكنة وحرمات الدواوير وفق مقاربة تشاركية شمولية يساهم فيها الجميع. المطلب الثاني يتعلق بالواقع الصعب الذي نتج عن التغيرات المناخية الحادة وتراجع التساقطات بنساء الجماعات بخصوص تأهيل وعصرنة المجازر الجماعية للإقليم. تفضلوا السيد الوزير. تفوتني المناسبة كذلك أن أشكر القائمين على القطاع الذين نتعامل معهم كرؤساء جماعات الإقليم شتوكا عموما. التذكار التالي يسلم للسيد والي جهة سوس مسا، يسلم له التذكار من طرف السيد رئيس المجلس الإقليمي لشتوكا إتباها، فليتفضل مشكورا. التنموي هنا بالمنطقة الجبلية بإقليم شتوكا إتباها. لحظة تتويج واعتراف بخلفات مختلف الشركاء وصور تذكارية طبعا. السيد الكاتب العام لعمالة شتوكا إتباها. إذا تذكر الموالي للسيد المدير الجهوي لوزارة الفلاحة، فليتفضل مشكورا يسلم له التذكار السيد الرئيس.
يلا يلا. شي حاجه كتجي وكتخليك الله يحفظكم ميرسي بوكو الله عليكم بزاف الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله عليكم الله يبارك فيكم بارك الله فيكم الله يعاونك بالسلامة شكرا بزاف الله يبارك فيكم. يلا